سيدة مسنة جاية من عالم آخر قلبت السوشيال ميديا وقلبت مطار JFK في نيويورك. السيدة دي نزلت في مطار JFK في نيويورك، والناس في المطار استقبلوها عادي جدا على إنها معاها جواز سفر، وفعلا كان معاها جواز سفر. بس الغريب في الموضوع مش مجرد إنها جواز سفر عادي، جواز السفر ده كان مكتوب فيه إنها جاية من دولة اسمها تورنزا، والدولة دي مش موجودة على الخريطة أصلا، والناس كلها بدأت تتكلم معاها وتحاول تفهم منها هو أنت جاية من أنهي دولة بالظبط؟ والست بتأكد إنها فعلا جاية من دولة تورنزا، ودي الدولة اللي مكتوبة في جواز السفر معاها وواخدة أختام منها عادي جدا. كل اللي في المطار بدأوا يبقوا فيهم حالة ذهول ومش قادرين يصدقوا إنه أصلا في حاجة اسمها دولة تورنزا، لأنه الدولة دي مش موجودة على الخريطة في العالم كله، وكل الناس بدأت تتكلم معاها طب انت ايه طبيعه الدوله دي؟ والست بتاكد انها فعلا دوله عاديه. وفجاه الست بتسالهم هو احنا فين بالظبط؟ واحنا هنا في مطار ايه؟ طبعا اللي في المطار ردوا عليها وقالوا لها احنا هنا في نيويورك في الولايات المتحده الامريكيه. فجاه الست جالها حاله ذهول من الاجابه دي، وما بقتش عارفه تتلم على اعصابها، وارتبكت ارتباك شديد جدا، وهم ما كانوش فاهمين ايه اللي الست دي فيه او في ايه بالظبط في الوضع اللي هي فيه ده، لمجرد ان هم قالوا لها انها نزلت في مطار في امريكا. وفعلا من ساعه الارتباك ده قرروا ان هم يريحوها ويدوها اوضه في المطار علشان تريح فيها كام ساعه قبل ما يكملوا اجراءات نزولها للمطار، لحد ما يعرفوا الدوله اللي هي جايه منها دي هي فين بالظبط، وخصوصا ان هم ما حدش فيهم عارف الدوله دي تماما. وفعلا دخلت السيده دي علشان تستريح في الاوضه، وبعد كام ساعه من راحتها دي قرروا ان هم يستكملوا الاجراءات معاها، بس فضلوا يخبطوا والست دي ما بتردش، ولما فتحوا الباب عليها لقوا الست دي اختفت. يعني محدش عارف الست دي جت منين وراحت فين وايه الدوله بالظبط اللي هي جايه منها، اللي هي دوله تورنزا، لحد اللحظه دي محدش يعرف عنها اي حاجه. بس الغريب في الموضوع في ناس بدات تعمل فاكت تشيك على الموضوع، وهي المواقع اللي بتثبت اذا كانت الفيديوهات دي حقيقيه ولا لا. يعني ممكن تطلع مثلا ذكاء اصطناعي، بس فاكت تشيك ما طلعش ان هي ذكاء اصطناعي، لكن طلع ان هي مجموعه فيديوهات مجمعه، وعشان كده محدش يعرف صحه الفيديوهات دي هل هي حقيقيه ولا لا. بس الأغرب في الموضوع مش القصة دي، لأن القصة دي ما كانتش أول قصة تحصل بنفس المنظر ده، لأنه في الثمانينات حصلت قصة غريبة جدا في طوكيو في اليابان، إن واحد راجل كبير برضه راح المطار وقال لهم إن هو جاي من دولة تورنت، والدولة دي لحد اللحظة دي محدش يعرف هي فين ولا يعرف أي حاجة عنها تماما. ودولة تورنت اللي هم سمعوا عنها دي لقوا منها أختان كتير برضه في جواز السفر اللي كان موجود مع الراجل، وحاولوا يتأكدوا من جواز السفر ده، لكن لقوه صح 100% ومحدش لعب فيه ومفيهوش أي مشكلة، والجواز بيقول إن هو جاي فعلا من دولة تورنت. وهنا نقف نقول هو إيه العلاقة ما بين دولة تورنزا ودولة تورنت؟ والاسمين قريبين جدا من بعض، وعشان كده الناس بدأت تربط بالعوالم الأخرى اللي ممكن يكون في ناس بتيجي منها ومحدش يعرف عنهم حاجة. معنى كده إنه هل فعلا في عوالم تانية عايشة معانا، وناس تانية ممكن تكون بتخرج منها أو بتسافر لها وبترجع تاني لأرضنا؟ وهل الناس دي أصلا من أرضنا ولا من العالم التاني ده لو في عالم تاني فعلا؟ وفي طبيعة الحال خدوا الراجل بتاع طوكيو ده وبرضه قالوا يريحوه في أوضة عشان يشوفوا وضع الجواز بتاعه إيه، لأنه جواز السفر محدش يعرف عنه حاجة. بعد ما عينوا حراسة مشددة جدا عليه عشان يبقى الراجل ده في أمان، أو عشان يحافظوا عليه لحد ما يشوفوا الدولة اللي هو جاي منها دي أنهي دولة بالظبط، اكتشفوا بعد عدد ساعات برضه إن الراجل اختفى تماما. وبعد نزول الفيديو الأخير لسيدة تورنزا بدأ الكلام والفيديو ده ينتشر بسرعة جدا على السوشيال ميديا وفايرال، وكل الناس بدأت تسأل وفعلا السيدة دي جاية من عالم تاني ولا موجودة في العالم بتاعنا؟ وده كله كان مجرد ذكاء اصطناعي أو AI. أنا عادل مجدي، شير كتير جدا من الفيديو ده عشان نعرف في الآخر هل فعلا العوالم التانية اللي بيقولوا عليها موجودة وفي ناس بتيجي منها وبتفضل تتنقل من عالم لعالم تاني، سواء في عالمنا ده أو في أي عوالم تانية، وبيجوا بجواز سفر ومختوم كمان، ولا ده مجرد ذكاء اصطناعي؟ وبعدين حتى لو هو ذكاء اصطناعي إزاي حصل قبل كده من سنين كتير جدا قبل ما الذكاء الاصطناعي يكون موجود أصلا، وكان في واحد برضه في طوكيو بيقول نفس الكلام؟ وإيه علاقة اسم الدولتين اللي قريبين جدا من بعض بالموضوع ده؟ شير كتير جدا للفيديو ده، ومستني منك تقول لي في كومنت هل أنت مؤمن بوجود عوالم تانية ممكن تكون موجودة معانا وناس تانية عايشة فيها وبتتنقل بين العوالم دي، ولا مقتنع تماما انه مفيش غير العالم بتاعنا ومفيش اي حاجه اسمها عوالم موازيه او عوالم اخرى؟